السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جايلكم النهاردة فيديو بسيط جدا وسهل جدا، مش هياخد مننا أي وقت. عصير بلح، حاجة مفيدة للأولاد. مفهوش أي حاجة مضرة للصحة بإذن الله. معانا بلح أسمر منضفينه كويس جدا، على فكرة أنا مفرزاه عندي في الفريزر عشان الولاد بيحبوه، كلنا بنحبه. فبجيب كمية لما بيبقى البلح يعني متاح كتير، بلح الأسمر بجيب كمية وبخزنها وبطلع بقى في اي وقت احنا محتاجين نعمل عصير. ما تستغربوش بجد، عصير طعمه تحفة جدا وطعمه جميل ومفيد جدا ومغذي. بلح واللبن وفانيليا، بس حاجة يعني مش مكلفة ولا اي حاجة. وطبعا مش هنحط سكر لان البلح مسكر جدا جدا. حابة تحطي معلقة او 2 سكر مفيش مشكلة، بس انا بالنسبة لي ما حطيتش سكر لان هو ما شاء الله كده مسكر، انا ما بحبش الحاجة مسكرة قوي. وكمان قلت عشان يبقى كل حاجة سكر طبيعي، مفيش اي حاجة مضرة او كده. وحطيت بقى ورقة الفانيليا، يعني معايا اللبن ومعايا البلح. وطبعا لو عايزة ازودي شوية مية مفيش اي مشكلة. عصير كويس جدا ومفيد ما شاء الله، شايفين شكله. على فكرة انتوا لو دقتوا طعمه مش هتصدقوا ان ده يعني اللي بيشربه. لو انتي عندك ضيف وعملت له عصير ده مش هيحس ان ده عصير بلح اصلا، هو هيسألك وهيقولك عصير ايه ده. خصوصا الفانيليا كمان بتودي الطعم في حتة تانية خالص، طعم وريحة ما شاء الله. يعني الأطفال هيحبوه، أنا ولادي بيحبوه جدا. حابة تخلي القوام بتاعه أقل من كده مفيش مشكلة، اللي يريحك طبعا. ما شاء الله عصير جميل جدا وسهل جدا وصحي جدا. بإذن الله هيعجبكم، جربوه مش هتندموا، اعتمدوه مش هتندموا. أكيد في ناس كتير عارفاه، أنا مش جايبة حاجة جديدة يعني، بس في ناس كتير ما تعرفش. هتوحشوني جدا.